تخيل معايا مجرم يعترف باكبر سرقه في فرنسا وكيجي نهار المحاكمه ديالو كينقز من السرجم وكيغبر في مره. هذه ماشي خرافه، هذه قصه البرتو سباغياري، عقل المدبر ورا سرقه اللي تسميت بسرقه القرن. قصه كتجمع بين هروب مجنون وسرقه بحال داكشي اللي كنشوفوه في الافلام. وهذا الشيء اللي غادي يكون في فيديو اليوم. ما تنساوش اللايك واشتراك في القناه، وبسم الله نبداو. قصتنا كتبدا في بنك سوسيتي جينيرال. ذاك الوقت كان هذا البنك واحد من اشهر البنوك في فرنسا، وكان عنده فروع في بزاف ديال الدول، ولكن قصتنا وقعات في الفرع اللي كان في مدينه نيس الفرنسيه. هذا الفرع كان كيقدم واحد الخدمه ديال صناديق الامانات، بمعنى انه اي واحد كانت عنده شي حاجه غاليه سواء من ذهب ولا فلوس ولا مجوهرات وكيخاف على تسرق وكيبغي يخبيها، فهاد البنك كان كيقدم هاد الخدمه هادي. الخزنه كان فيها 4000 صندوق من صناديق الامانات. اشهار اللي كان كيدار على هاد الخزنه والامان اللي كاين فيها خلى بزاف ديال الناس يتيقوا فيها وباغيين يحطوا اي حاجه غاليه عندهم في هاد البنك هادي. ولكن داكشي اللي وقع نهار 19 شهر 7 1976 حتى شي حد ما كان كيتسناه، لا المدير ولا الموظفين ولا حتى الكليان ديال هذاك البنك. داك الصباح كيتحل البنك بشكل عادي بحال كاع الايام، كيدخل المدير وكيدخلوا الموظفين، كل واحد كيمشي لبلاصتو كيستعدوا باش يبداو في الخدمه ديالهم. الموظفين طلبوا من المدير انه يجيب لهم فلوس من الخزنه باش يبداو بها المعاملات مع الكليان اللي كان كيتسنى على برا. المدير مشى للخزنه ومشاو مع واحد جوج ديال الموظفين باش يعاونوه يحل داك الباب ديال الخزنه اللي كان ثقيل كيوزن 20 طن. هذيك الخزنه كانوا عندها جوج ديال البيبان، الباب الاول كان باب عادي كيتحل عادي، والباب الثاني هو هذاك الباب اللي كان كيوزن 20 طن. المدير حل الباب الاول تحل عادي، ولكن فاش يحل الباب الثاني لقى مشكل بلي الباب ما تيبيش يتحل. هاد الحاجه هادي جات عادي للمدير لحقاش ديجا من قبل كان كيوقع عليهم هاد المشكل، ولحقاش هذاك الباب كان قديم، كان مره كيعكس معاهم. كانوا كيعاونوا دوك الموظفين باش يحل داك الباب، ولكن والو الباب ما كيتحلش. وديما فاش كان هذاك الباب كيعكس معاهم كانوا كيتصلوا بالشركه اللي صيبات هاد الباب، لحقاش هي اللي كانت المسؤوله على الصيانه ديالو. الشركه كتصيفط واحد من الموظفين ديالها باش يمشي يحل هذاك المشكل كان في هذاك الباب ديال الخزنه. وصل هذاك الموظف وبدا خدمته كيحاول مع داك الباب وكيشوف شنو السبب اللي خلى هذاك الباب ما تيتحلش، ولكن والو ما كايناش شي نتيجه. القفوله ديال الباب كيدوروا وكل شيء هو هذاك، ولكن فاش كان كيجر الباب باش يحلو ما كانش كيتحل. داك الموظف قال للمدير بلي ربما هذا الباب هذا مسدود من الداخل. المدير قال له راه مستحيل، هذه الخزنه هذه ما كاينش شي طريقه كيفاش ندخلوا لها الا هذا الباب هذا. الموظف قام ضارب مع داك الباب ولكن والو، حتى وصلت 12 النهار. هنا المدير اتصل بالشركه وقال لها صيفط لنا تكنيسيان اخرين لحقاش هذا الباب هذا راه ما كيتحلش. الشركه صيفطت تكنيسيان اخرين باش يشوفوا المشكل ديال داك الباب ويحاولوا يحلوه باي طريقه باش البنك تكمل الخدمه ديالها. من بعد بزاف ديال المحاولات حتى هذوك الموظفين اللي جاو ما قدروش يحلوه. وفي هذاك الوقت راه البنكه كان قدامها الصداع بزاف، الناس كتسنى وما عارفاش شنو اللي واقع، كلشي خايف على راسو وكلشي خايف على فلوسه. هنا واحد من هذوك الموظفين قال للمدير باللي الحل الوحيد اللي قدامنا هو نثقبوا شي ثقب في الحيط باش نقدروا نشوفوا داك الباب شنو اللي حابسه ما تيخليهش يتحل. وافق المدير وخداو واحد شينيور وبداو كيتثقبوا في داك الحيط، ولحقاش هذاك الحيط كان عريض فهاد الحفيره هذا خدا لهم واحد الوقت لدرجه وصلت 3 د العشيه ويلا عاد باش قدروا يديروا هذاك الثقب اللي غيشوفوا منه لداخل. مع سال الحفير في داك الحيط طل واحد من الموظفين في الخزنه لداخل وتما كيتصدم وكيتبدل ليه اللون في وجهه. جر المدير حيدو وهو يطل براسو، تما عرف شنو اللي واقع. لقى باللي الخزنه كلها مرونه وكل شيء مسروق وما كاين حتى شي حاجه في بلاصتها. عاد عرف علاش داك الباب ما كانش كيتحل. المدير مع جا في داك المنظر اتصل بالبوليس وعلمهم وقال لهم باللي الخزنه راه تعرضت للسرقه. البوليس جاوا بواحد الشكل كبير لحقاش كانوا عارفين باللي هذاك الفرع اللي كان في نيس هو واحد الفرع اللي كبير واللي فيه بزاف ديال الممتلكات ديال الناس. عوصلوا البوليس مشاو نيشان عند الخزنه، مع هرسوا داك الحيط ودخلوا عرفوا اشنو اللي كان واقع. وكيبان لهم باللي الباب ديال هذيك الخزنه كان مسودين من الداخل، بمعنى اخر ان الناس اللي سرقوا هذا البنك هذه سوداو الباب لحقاش كانوا خايفين من شي حاجه. البوليس بداو في التحقيقات ديالهم وعرفوا باللي 400 صندوق من اصل 4000 واحد تهرسوا لهم القفوله ديالهم وتسرقوا. والتقارير اللي خرجت باللي تسرق 50 مليون فرنك فرنسي، الشيء اللي خلى هذه السرقه هذه هي اكبر سرقه ديال البنك في هذاك الوقت، واللي القيمه ديالها هي واحد العشرات المليون ديال الدولار. وقالوا باللي ربما كان الدوبل ديال هذا الشيء اللي تسرق، غير ما تصرحش بداك الشيء كامل
لحقاش الناس اللي كانوا حاطين داكشي ديالهم ما كانوش كيصرحوا بهذيك الممتلكات ديالهم ولا السرقات بالضبط. السرقه هذه دارت ضجه في فرنسا كامله، كلشي كيدوي عليها، الصحافه، الاعلام، ماشي غير في فرنسا ولكن في العالم كامل. الشيء اللي خلى المسؤولين يجيبوا اشهر المحققين اللي كانوا في فرنسا باش يحققوا في هذه القضيه. وكثر من هذا الشيء تعطاه جائزه ديال 2 مليون فرنك فرنسي لاي واحد يعطي معلومات على هذا الشفار هذا ولا يقول لهم شكون اللي دار هذه السرقه. بوليس والمحققين بداو كيحققوا مع اي واحد، المدير، الموظفين، الكليين، اي واحد كاري صندوق من هذوك الصناديق، الناس اللي كانوا قريبين من هذيك البنكه ما خليو حتى شي واحد وما داروش معاه تحقيق. ولاحظوا باللي واحد السميه كانت كتعاود بزاف، هي عصابه جيردان المجاري. اما الطريقه كيفاش دخلوا الشفار لهاد الخزنه فرا كانت باينه، او واحد النفق اللي الطول ديالو 8 متر مربوط بين الخزنه والواد الحار. وعاد باش لقاو واحد الادوات اخرين بحال واحد القراعه ديال الغاز، لقاو تيوات اللي كانوا كيوصلوا الهواء النقي لهذاك النفق، ولقاو كابليات ديال الضوء اللي كان الطول ديالها كيفوت 1000 متر. مع ديك السميه ديال جيردان المجاري كانت كتعاود، خلى البوليس والمحققين يركزوا عليها بالضبط وداروا التحريات ديالهم وبقاو مستمرين في التحقيق وحطوا التركيز ديالهم كامل على هذه العصابه هذه، وقدروا يوصلوا لشي اعضاء في هذه العصابه وشدوهم. البوليس كانوا عارفين بالله الا قدروا يشدوا واحد العدد من هاد الاعضاء ديال هاد العصابه هذه فرا غادي يجبدوا منهم سميات اخرين وناس اخرين. مع شدوا هذوك الناس بداو كيحققوا معاهم، كانوا كيتعطاو بزاف ديال السميات، ومن بين السميات اللي كانوا كيتعاودوا هي سميت البرتو سباغياري. جاو عنده البوليس وبداو كيسولوا فيه على هاد السرقه هذه. مع سمعهم سباغياري تصدم، ما عرفش كيفاش قدروا يوصلوا ليه. قال لهم باللي راه ما عندي حتى شي علاقه بهاد السرقه هذه، وباللي انا غير مصور وبعيد على الاجرام. تموا المحققين قالوا باللي هاد السيد غالبا ما عنده حتى شي علاقه بهاد السرقه هذه، وعلى حسب ما قالوا الجيران ديالو والناس اللي كيعرفوا باللي غير واحد الانسان ظريف وكان غير مصور، وما عمرهم ما شافوا منه شي حاجه خايبه بحال هكا. ولكن مع سميتو تجبدات في التحقيق فالمحققين ما كانش عندهم حل من غير انه يديهم معاهم ويكملوا معاه التحقيق. وحتى فاش داو معاهم ما عطاهم حتى شي تفاصيل وما بغاش يقرب حتى شي حاجه. كاع داكشي اللي كان كيقول لهم باللي كنعيش غير انا ومراتي في واحد الدار في الريف ديال نيس وما عندي حتى شي علاقه بهاد السرقه اللي كتهضروا عليها. المحققين ما كان عندهم حتى شي حل قدامهم، ولكن كان خصهم يوصلوا لشي حاجه في هاد التحقيق هذا. داكشي علاش مشاو للدار ديالو اللي قال لهم، وتما فاش كانوا كيقلبوا في الدار اكتشفوا واحد الحاجه اللي خلاتهم متاكدين باللي عنده شي علاقه بهاد السرقه، وغالبا غادي يكون هو هذاك الراس المدبر لهاد السرقه. فاش كانوا كيقلبوا في الدار وصلوا لهذيك البلاصه اللي كان كيربي فيها الدجاج، وتما لقاو مخبي اسلحه ومتفجرات. من الذكاء ديال المحققين والخبث ديالهم استعملوا واحد الطريقه اللي ذكيه باش يجبدوا من الهضره. قالوا له شوف مشينا للدار ديالك ولقينا الاسلحه، الا ما بغيتيش تعترف لينا وتعاود لينا على هاد السرقه هذه فراه غادي نلفقوا تهمه لمراتك بحيازه الاسلحه والمتفجرات وغادي نغبروها في الحبس حياتها كامله. لحقاش كانوا عارفينه باللي كيبغي مراته من التحقيقات اللي كانوا كيديروا معاه ومن الهضره ديال الناس اللي كانوا كيسولوهم عليه. وبسبب هاد التهديد هذا خلاه يعترف بكل شيء. قال لهم انا اللي درت السرقه وانا هو اللي خططت ليها، وباللي بدات التخطيط لهاد السرقه هذه قبل عامين فاش سمع من واحد صاحبه اللي كان خدام في هذاك البنك باللي هذيك الخزنه ما كانش فيها الالارم. ومن هذيك اللحظه حاجه وحده اللي كانت كدور ليه في راسه هي يسرق هاد البنكه هذه. سباجياري كان عارف باللي حتى هو يقدر يكري واحد من هذوك الكفر فور اللي كاينين في الخزنه. واحد النهار مشى للبنكه وطلب من الموظف باللي باغي يكري من عندهم واحد من هذوك الصناديق وبغى يحط شي حاجه غاليه عنده. استقبلاته الموظفه وقادات معاه الامور ونزلاته الخزنه لتحت، وتما خلاته بوحدو باش ياخذ الحريه ديالو يحط داكشي اللي بغى على راحته. وشاف باللي الوقت اللي كانت كتخليه الموظفه بوحدو هذا كان واحد الحاجه اللي غتعاونو بزاف. وفي المره الثانيه اللي جا للبنكه جاب معاه كاميرا، وفاش خلاته الموظفه بوحدو صور الخزنه كامله كاع القناه ديالها، وتما مشى وجلس مع راسو وبدا كيفكر كيفاش غادي يسرق هاد الخزنه هذه. وبان ليه ما كاين محسن من انه يحفر شي نفق من شي بلاصه قريبه تما حتى لهاد الخزنه هذه ويطيح ليه واحد الفكره احسن. قال علاش لي ما نستعملش هذاك الواد الحار ونحفر منه نفق نيشان لهذيك الخزنه. وكانت هذه هي الفكره اللي غادي يكمل فيها باش يدير هاد السرقه هذه. سباغياري كان كينزل لهذاك الواد الحار وكيبقى يدور فيه وكيحاول يشوف اشنا هي اقرب نقطه اللي يقدر يبدا الحفير منها. وعرف واحد الحاجه باللي واخا يبقى تما سنوات عمره ما غادي يقدر يحدد احسن نقطه باش
باش يبدا منها. كان ضروري خاصو شي مخطط ديال هاد الواد الحار هذا، وهذه كانت واحد الحاجه سهله بالنسبه ليه، لحقاش كان يقدر يمشي للبلديه ويطلب منهم هذاك الواد الحار. فالبلديه كانوا كيعطيو هذاك المخطط لاي مقاول ولا اي معلم كيخدم في اعمال البناء. مشى للبلديه وقال لهم باللي انا راني واحد المقاول ومحتاج المخطط ديال الواد الحار. مباشره من بعد ما شد هذاك المخطط قدر يحدد اقرب نقطه لهذيك الخزنه. قدر تقول باللي دابا خصو غير هذوك الناس اللي خدموا معاه والادوات اللي غيستعملها باش يبدا في الحفير ديالو. سباغياري سافر لمدينه مارسيليا اللي كانت قريبه من نيس، وتم التقى مع الرجال ديال العصابات، ومن بين هاد العصابات هادي عصابات ديال جيردان المجاري، وعرف باللي هما الناس اللي خاصينه في هاد السرقه وباللي هما احسن اختيار، لحقاش اصلا هما الاعمال ديالهم كتكون غير في الواد الحار. دابا تقريبا كلشي واجد بالنسبه ليه، خاصو غير يبدا يطبق في هذيك السرقه ديالو. وفاش عرض عليهم الفكره ديالو وافقوا وقال لي سير احنا معاك في هذه السرقه. من بعد ما شرح عليهم الطريقه كيفاش غادي يديروا ومن غادي يبداو وفين غادي يساليو على السرقه كامله، عطاهم جميع التفاصيل اللي خصهم يعرفوها. بداو في الحفير ديالهم، كان كيخلي الناس الفوق وعاطيهم راديو لاسلكي باش يتواصلوا معاه الا كانت شي حاجه كتثير الشبهه، سواء الا كانوا دايزين البوليس ولا شكوا في شي حاجه خصهم يتواصلوا معاه ويقولوها ليه. وكانوا معاه ناس اخرين لتحت اللي كيحفروا، ولكن كانت كتواجه واحد المشكل، لحقاش الريحه في هذاك الواد الحار ما كانتش كتستحمل، وزيد عليها درجه الحراره العاليه وحتى الهواء اللي كان قليل بزاف. داكشي علاش طلب من هذوك الناس اللي كانوا كيحفروا يبداو يتناوبوا، وحدين يحفروا واحد العدد ديال الدقائق ومن بعد يتبدلوا بوحدين اخرين، وهكا يبقى النص كيتسارح والنص كيحفر باش الخدمه تبقى غاديه مستمره. ولكن فاش وصلوا لواحد النقطه في هذاك النفق فالاكسجين ما بقاش كيدخل كاع، وزيد عليها حتى الضوء ما كاينش. وهذه كانت مشكله اخرى واجهت سباغياري، ودائما كيقلب على احسن الحلول. وهذه المره هذه مشى جاو تيوات اللي كان كيوصل بهم الاكسجين النقي لهذاك النفق، وجاب حتى واحد الكابليات ديال الضوء اللي تلقاو في الخزنه فاش دخلوا البوليس. هاد الكابليات هادو هما اللي كان جاب بهم الضوء من شي بلاصه قريبه تمايا لهذاك النفق، ودابا ولا عندهم الاكسجين نقي ولا عندهم الضوء، فالحفير كان غادي مزيان. ومن بعد شهرين ونص تقريبا سالاو من هذاك النفق ووصلوا لهذاك الحيط ديال الخزنه، وتم لقى مشكل اخر، لحقاش الحفير كان غير بادوات بسيطه، غير واحد الباله وشي ادوات بسيطه باش ما يديروش صداع ويتسمعوا. ولكن هذاك الحيط ديال الخزنه اللي كان مبني بالسيمه والكاياس والحديد، فراه من المستحيل انهم يقدروا يهرسوه بهذيك الادوات اللي عندهم. فضروري كان خاصهم شي ديغازور ولا شي شينيور ولا شي هيلتي اللي تعاونهم في الحفير ديال هذاك الحيط. وهنا سباغياري كان خايف من واحد الحاجه، ان الصوت يتسمع في الشارع الفوق، لحقاش الحفير في ادوات بحال هذه يقدر يدير الصداع، على عكس الباله وداك الشيء البسيط اللي كانوا كيحفروا به من قبل. طلب من الناس اللي خدامين معاه بانهم غادي يبقاو يحفروا، وهو غادي يطلع للشارع حدا البنكه وغادي يسمع واش كيتسمع شي صداع. وديك المخاوف اللي كانت عنده ما كاينش لاش، لحقاش اصلا الصداع ما كانش كيتسمع الفوق. تما سباغياري فرح بزاف وطلب من هذوك الناس اللي معاه انهم يحفروا النص في الحيط ويخليو النص حتى لنهار السبت، لحقاش البنكه ما كانتش كتخدم نهار السبت، وتما يقدروا يكملوا التهراس ويدخلوا للبنكه. البنك كانت كتحبس من نهار الجمعه حتى لنهار الاثنين، يعني عندهم فرصه انهم يدخلوا نهار السبت ويبداو في ديك السرقه ديالهم ويريحوا السبت والحد حتى الصباح ديال الاثنين عاد باش يخرجوا من هذيك الخزنه. وداك الشيء اللي وقع، تسناو حتى لنهار السبت وما يكملوا التهراس ديال الحيط، واخا خدا ليهم واحد الوقت طويل، راه دوزوا فيه النهار كامل والليل كامل حتى الفجر عاد باش قدروا يسالاو داك التهراس ديال الحيط. واخا هكاك فالوقت كان كافي عندهم باش يسرقوا داك الشيء اللي بغاو. مع هرسوا داك الحيط ديال الخزنه ودخلوا، تما بداو كيهرسوا في القفوله. واخا ديك الخزنه راه كانت كبير، راه فيها 4000 صندوق، وخدامين في دوك الكوفر فور كيهرسوا فيهم من واحد لواحد، وقدروا يهرسوا 400 واحد من اصل 4000 واحد، يعني قدروا يسرقوا غير 10% من هذوك الصناديق كاملين اللي كانوا في الخزنه. ولكن داك الشيء اللي لقوه في هذوك 400 صندوق كان كافي، وكان بحال واحد الجائزه لديك التمارين اللي ضربوا في الحفير وتمارين اللي ضربوا في هذيك الشهور كامله وهذاك التخطيط ديال عامين اللي دار. بقاو تما حتى نهار الاثنين مع 5 الصباح. تما طلب منهم سباغياري باللي صافي غادي يخرجوا من البنكه، والسبب اللي خلى الباب ما يتحلش لهذاك المدير والموظفين
المحادثين في البدايه فاش كانوا باغيين يدخلوا للخزنه، كانوا فاش يلاه دخلوا للخزنه سوداو داك الباب باش ما يتحلش، باش حتى الا جا شي حد للخزنه ولا تسمع شي صداع ولا شي حاجه يبقى عندهم الوقت الكافي باش يقدروا يهربوا. سباغياري فاش يلاه بغى يخرج من هذيك الخزنه كيكتب واحد العباره اللي لقاوها مكتوبه فاش يلاه دخلوا للخزنه: بدون سلاح، بدون عنف، بدون كراهيه. وهكا دارت هاد السرقه الخرافيه. ودابا عرفتك باللي كتسائل شنو وقع مع سباغياري في التحقيق. سباغياري من بعد ما اعترف بهذا الشيء كامل بقى كل سيمانه كيمشي عند القاضي كيجلس معاه وكيتحاور معاه، كيجلس معاه تقريبا واحد نص ساعه وكيسولو على هاد السرقه. ووحده من ديك الجلسات اللي كانت عنده مع القاضي دار واحد الحاجه اللي في شكل. القاضي كان جايب معاه المخطط ديال هذاك الواد الحار وبدا كيسول سباغياري على كيفاش قدر يحدد النقطه اللي قريبه من الخزنه. كان ما متيقش هاد الفكره وما داخلاش ليه الراس. سباغياري دار واحد الحاجه اللي ما غاديش تتوقعها واللي كانت في شكل، هو ينوض من بلاصتو ومشى وقف ورا القاضي وبدا كيشرح ليه كيفاش قدر يحدد اقرب نقطه. وسباغياري كيشرح ليه اشنو درت من جيت من مشيت، كيعطي ديك التفاصيل كيفاش قدر يطيح على هذيك البلاصه القريبه اللي قدر منها يدخل الخزنه. وفي واحد اللحظه ديال الغفله من القاضي سباغياري كيدور كيبان لي سرجم حداه، كينقز من السرجم وكيطيح فوق واحد الطوموبيل. كيلقى واحد صاحبه كان كيتسناه بالموطور، ركب معاه وزاد ومن تما غبر ليه لاطار. من حسن الحظ ديالو ان هذاك البيرو ديال القاضي كان غير في بروميير ايطاج، ما وقع ليه والو، ما تهرس ما والو. وكانت هذه اخر مره تسمع شي اخبار على سباغياري وما قدروش يوصلوا حتى لذاك النصيب ديالو من هذيك السرقه. يعني سباغياري غبر، البوليس ما بقاو واصلوا لا ليه ولا لذاك الشيء اللي سرق. حتى مراته قالت لي شوف انا راه ما غنبقاش عايشه معاك وسط هاد الهروب وسط هاد الصداع. تفارقات معاه وتما مشى كمل حياته بوحده وما بقات بانت عليه حتى شي اخبار حتى العام 1989 تما فاش جات الاخبار ديال الموت ديالو بسبب ديال مرض سرطان الرئه. وهذه هي الاحداث ديال القصه ديالنا من سرقه وهروب واعرين بزاف. وهكا تكون سالت القصه ديالنا. بغيت اي واحد تفرج بهذا الفيديو حتى الاخر ما ينساناش من لايك، بارطاجي الفيديو مع اصحابك، حاول تدعم القناه بداكشي اللي قديت عليه. وشكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم. كان معكم محمد، نشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم.